من هذا الصنف الذين يقطعون الطرقات، الذين يدخلون الفساد إلى الأرض. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك لهم خزي. أخبر الله جل وعلا بأنه يخزيهم في هذه الحياة الدنيا. فمن قطع طريقا ومن روع آمنا فإن الله جل وعلا توعده بالخزي في هذه الحياة الدنيا مهما طال عمره، فإن الله جل وعلا سيخزيه، فإن الله جل وعلا سيهينه. من أدخل الفساد إلى البيوت أو إلى القرى أو إلى المدن فإن الله جل وعلا توعده بالخزي. وإن من أعظم الفساد ما يدخله بعض الناس بإدخال المنظمات إلى القرى وإلى المدن، فإن هذا من إفساد الشباب ومن إفساد النساء. لا بارك الله فيهم، لا بارك الله فيهم. من أدخل الفساد إلى البلدان وأراد انحطاط الشباب والشابات فإن الله جل وعلا سيخزيه ولا محالة. من هذا الصنف الذين توعدهم الله بالخزي في الحياة الدنيا مع ما ادخر له جل وعلا من العذاب الأخروي هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر، الذين يظهرون الصلاح ويبطنون خلاف ذلك. فإن الله جل وعلا توعدهم بذلك فقال سبحانه: فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فتوعدهم عز وجل بالعذاب الدنيوي قبل العذاب الأخروي جزاء بما كسبت يداه وبما عمل في هذه الدنيا وتظاهر بالخير والصلاح وهو على خلاف ذلك